طبعا احنا في ايام حر، وربنا عالم بالكائنات اللي في الشارع شكلها ايه. طبعا انت كل كام يوم بتجيبي لك فرخة وتلاقي فيها كبدة، وتلاقي احنا ما بناكلش الكبدة معروفة، وممكن ما ناكلش القوانص كمان. فالنهارده انا مسكت طبعا اللي حوشته كله في قلب التلاجة زي ما انتم شايفين. كبدة غسلتها غسلة كويسة، وحطيت لها ليمون عشان ريحتها، لان الكائن اللي هياكل كائن ليه روح. يعني الكائن اللي انت هتاكليه ده زيك زيه، فيه روح، بيعرف يستطعم، بياكل. فانت زي ما بتغسلي الكبده لنفسك تغسليها للكائنات دي برضو. طلعتها ورحت فاصله لان عندي حد هنا بيحب القوانص. ماشي، فصلت القوانص وخليت الكبده اهي زي ما انتم شايفين كده. وهسلقها دلوقتي بعد ما تتغسل غسله كويسه. طبعا انا عصر عليها ليمون، تتغسل غسله كويسه، وان شاء الله باذن الله تنزل للقطط بتاعت الشارع. لقيتي كلاب ماشي، اي حاجه ابعتيها مع ابنك يديها، يحطها للقطط، يحطها للكلاب. الحاجات دي كلها بتاخدي عليها حسنات. الحاجات دي كلها عند ربنا كبيره، مش صغيره. حبه ميه كده جنب الاكل للقطط للكلاب كده. افتكري ان في حيوانات ضعيفة في عز الحر اللي احنا فيه ده والنار اللي احنا فيها. ربنا ان شاء الله يتقبل مننا اي حاجة بنعملها كويسة لوجه الله، ربنا بيتقبلها مننا. يا ريت نقلد بعضينا في الخير. دي حطيتها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وحطيت لها ورق لوري عفوا وحبهان، وهغطي عليها خلاص، وهسويها زي اكني بعمل اكل بالظبط. وربنا يا رب يتقبل مننا ويرزقنا ثوابها يعني.